عشان كده دايما بنقول بنكسر صيامنا او بنجرح صيامنا بكوبايه العصير او كوبايه الميه او كوبايه اللبن او الحليب مع التمر، وصلي وبعدين اكل. ادي جسمك احتياجه من البروتين اثناء الفطار والسحور، مش هتحس بجوع اثناء اليوم. الوهن العضلي او الضعف او الارهاق مش هيحصل لك، لانك خدت احتياجك من البروتين اللي هو الاساسي في اكلي. احتياجي اللي هو على قد بنحسبه على قد الوزن والمرحله العمريه، ولا احنا بنبقى عايزين احتياج اكتر في رمضان بالذات؟ احنا لما نيجي نقول لشخص عادي خالص، لا في رمضان زي غير رمضان، بس في رمضان بيبقى عندنا الوقت ضيق، فبناخد احتياجنا من البروتين في وقت صغير، بخلاف اليوم العادي بناخده فطار غدا عشاء. والبروتين هو مش لحمه. مش لحمه، البروتين عباره عن لحمه وبيض وجبن. كل ده فيه بروتين، الزبادي فيه بروتين، اللبن فيه بروتين، بالظبط. كل ده فيه بروتينات، اسماك وتونه، اي مأكولات حيوانيه. وفي بعض يعني مثلا الشوفان فيه بروتين، بعض البقوليات فيها بروتين. فيها بروتين وفيها بروتين بس نباتي. في فرق من البروتين الحيواني والنباتي. البروتين الحيواني بيبقى مكتمل الاحماض الامينيه اللي هي الاساسيه للجسم. البروتين النباتي فيه بروتينات حيويه الاساسيه الجسم محتاجها، وفي بروتينات بتبقى ناقصه فيه فبياخدها من مصادر تانية نباتيه. يعني مثلا خدت مثلا فول في مصدر بروتين الجسم محتاجه، فباخد معاه مثلا زيت السمسم عشان فيه مصدر بروتين تاني. فنيجي نبص ان احنا بنعمل ميكس ما بين حاجتين وبعض او ثلاثه عشان نوصل ان احنا خدنا ال 20 امينو اسيد اللي الجسم محتاجهم. هايل. فبالتالي لما نيجي ناخد بروتين لازم ناخده في احتياجنا. فبالتالي الناس اللي بتشرب كوبايتين وثلاثه عصير وبسكر او ياكلوا كميات بلح كتير، هو افرط في حاجه على حساب حاجه، وعلى حساب حاجه مهمه للصحه. بالظبط. ويجي ياكل ساعه الفطار يقول لك انا مش قادر. في ناس بتعمل ولايم ساعه الفطار وتحط الاكل بكميات كبيره وخلاص هو عنده شره للاكل، ومجرد ما يبدا ياكل معلقتين ثلاثه هو شبع. ليه؟ لان انا فتره الصيام لفتره طويله هي بدات تعمل انقباض في عضلات المعده، والمعده بدات تصغر فبدات تاخد كميات اقل. عشان كده لما بنيجي نعمل رجيم او نعمل دايت نقول له عود نفسك تاكل 3 وجبات، وعلى قد ما تقدر ما تلقطش في النص. ونوع من انواع الرجيم الصيام المتقطع، الصيام ان احنا نعود نفسنا نقعد 16 ساعه ما بناكلش زي الصيام نفس الفكره بالظبط. بالنوم، وبعد كده نبتدي فالمعده بتصغر. بالظبط، هي الفكره كده. فبالتالي انت عملت نوع من انواع تهذيب المعده او تهذيب المعده لاستقبال اكل بطريقه صحيه وكميات قليله. يعني كده انا شايفه انه فرصه كويسه جدا للي عايز يعمل رجيم وعايز يحافظ على وزنه ويظبط وزنه، فرصته في رمضان. بخلاف ما الناس بتبقى فاكره يقول لك لا لحد رمضان يا دكتور وسيبني، هاخد شهر اجازه وبعد كده ابقى اكمل دايت. دايما نقول له لا، هو انت شهر رمضان فرصه انك تبدا تتغير فيها. بالظبط. تدرب نفسك. هو تدريب النفس ده من الحاجات المهمه. زي ما انت بتيجي اول رمضان بتبقى تعبان جدا ومرهق لانك مش متعود انك ما تاكلش طول النهار وتاكل بالليل. بعد اسبوع هيبدا جسمك يتكيف على الوضع الجديد. هتيجي بعد رمضان هتبقى مش قادر انك انت ترجع زي زمان. صح. تيجي تفطر الصبح انت مش قادر. ليه؟ التايم او الوقت اللي المعده بدا يدخل لها اكل فيه بدات تتكيف عليه. مظبوط. عشان كده بنقول درب معدتك على فطار غدا عشاء في الايام العاديه عشان تاخد مواعيد اكل في المواعيد دي، مش هتجوع غير في المواعيد دي بس. هايل. وتبدا تاكل فطار غدا عشاء وتاخد احتياجك. نفس القصه تدريب المعده على الكميات. وزي ما احنا عارفين ان خلط نوعيات اكل مع نوعيات اكل ممكن يخلي الشخص ياكل كميات اكبر. فدايما بنقول او التركيز على نوعيه واحده بس، واهمل جانب اخر من الاكل اللي الجسم محتاجه. زي ما احنا عارفين اساسياتي في الجسم ان انا اخد بروتين ودهون ونشويات والفيتامينات والمعادن اللي موجوده في الفاكهه والخضار والالياف.